القصة بتبدأ بعد ما الرئيس بوش أعلن إن الحرب بين أمريكا والعراق خلصت سنة 2007 في العراق. بس رغم إعلان النهاية لسه في مواجهات بتحصل. الجيش الأمريكي بيبعت المساعد ماتيوز ومعه المراقب بتاعه إسحاق علشان يراقبوا الموقع بيبنوا فيه خط أنابيب في نص الصحراء، بس مهمتهم يكتشفوا مكان قناص عراقي خطير جدا شغال يقتل كل العمال الأمريكان اللي في الموقع. الاتنين مستخبيين ورا أحجار والشمس مولعة فوق دماغهم مستنيين القناص يظهر. بقالهم أكتر من 20 ساعة مترصدين وعيونهم بتدور في كل اتجاه. وبعد صبر طويل ماتيوز يبتدي يفقد أعصابه، يقول مفيش حد هنا أصلا. بيبص على جثث العمال المرمية وبيستنتج إن اللي حصل هجوم من جنود عراقيين وهربوا. لكن إسحاق يهديه ويقول له بص يا ماتيوز، كل الجثث مضروبة رصاص في الدماغ مباشرة، ده شغل قناص محترف مش هجوم عشوائي. كمان يلمح إن ممكن يكون اللي ضدهم هو القناص العراقي الأسطوري جوبا. بس ماتيوز يسخر منه ويقول مفيش قناص عراقي يقدر يعمل كده في أقل من نص دقيقة. وبعد ما فضلوا منتظرين تاني صبر ماتيوز بدأ ينفذ، يقرر يطلع بنفسه يفتش الموقع، يسيب مكانه ويطلب من إسحاق يغطيه من بعيد. وهو ماشي وسط الجثث يلاقي جهاز لاسلكي مع واحد من الجنود الميتين. إسحاق يحاول يتابعه بالمنظار بس العدسة مش واضحة. يقول لماتيوز والأخير يتعصب عليه ويقول له ليه ما صلحتوش؟ فيرد إسحاق بحزن ده بتاع دين صاحبنا اللي مات، ليه قيمة عندي. ماتيوز يكتشف حاجة مرعبة، كل الضحايا متصوبين هيد شوت نظيف يعني في الدماغ على طول. هنا يبدأ يقلق ويبلغ إسحاق صوت وقال له ارجع بسرعة، بس خلاص فات الأوان. القناص طبعا لقطه وضربه رصاصة في بطنه. إسحاق طبعا جري بطريقة كده عشان يتفادى الطلقات، بس بتصاب في رجله ويضطر يسيب ماتيوز واقع ويتسحب ورا حيطة مهدمة. ماتيوز يتألم ويطلب منه يتصل بالقاعدة تجيب دعم. إسحاق يحاول يفتح جهاز اللاسلكي لكن يكتشف ان الهوائي متدمر بالرصاص، يعني مفيش امل يطلب النجدة. ماتيوز يحاول يوصل لسلاحه لكن بينهار من النزيف ويفقد وعيه. إسحاق مضطر يركز في نفسه، يطلع الرصاصة من رجله يربط الجرح، وبعد التعب يغمى عليه هو كمان. لما يصحى يسمع صوت في السماعة، حد من القاعدة بيكلمه، يتشجع ويطلب دعم وامدادات. بس لما الضابط اللي بيرد طلب منه يضرب طلقة في الهواء علشان يحددوا مكانه، إسحاق طبعا بدأ يشك ويسمع كويس لهجته وينصدم، ده طبعا طلع مش أمريكاني، ده نفس القناص اللي بيستهدفهم. القناص يبدأ يكلمه ويستفزه، قل لي عن نفسك في الأول. وإسحاق رفض، لكن القناص بيهدده ويقتل ماتيوز لو ما تكلمش. تدريجيا يتضح إن القناص عراقي، كان مدرس في بغداد، فقد تلاميذه في قصف أمريكي ومن يومها قرر ينتقم. الوقت بيعدي، إسحاق مات من الجوع والعطش، والقناص اعترف طبعا إنه ضرب المية بتاعته والهوائي ورجله علشان يسيبه عاجز لحد ما يموت ببطء ويعذبه. إسحاق يحاول يخدعه بحيلة ويعلق الخوذة على العصاية، لكن القناص ما يتخدعش. الشد والجذب بينهم يستمر. إسحاق بيعترف إنه السبب في موت صاحبه دين، مش قناص عراقي زي ما كانوا بيقولوا. في لحظة صدق ينهار ويقول أنا اللي قتلته بالغلط. ماتيوز اللي كان لسه فيه نفس بيحاول يطلق على القناص لكنه بيتصاب ويموت قدام عينين إسحاق. اللحظة دي تكسره أكتر. الطيارات الهليكوبتر تيجي تنقذه وإسحاق ينهار ويحاول يحذرهم من القناص، بس مش قادر يوصل المعلومة. الطيارات بدأت تقلع وفجأة القناص بيبدأ يضرب الجنود واحد ورا التاني ويوقع الطيارة ويموتوا كلهم. في الآخر المشهد الصادم، القناص بيتصل بالقاعدة الأمريكية منتحل شخصية جندي أمريكاني ويطلب فريق إنقاذ جديد. دي كانت حكاية فيلم زوال واللي كانت سنة 2017. تنساش تعمل لايك واشتراك، تكتب لي في التعليقات حابب تتفرج على فيلم ايه اللي جاي. سلام.